السلام عليكم، وحشتوني ويا رب اكون وحشتكم. بص، انا عندي كلمتين صغيرين كده واقفين في زوري كده، عايزه اقولهم لاصحابهم. اولا لمنتخبنا، منتخبنا اللي شرفنا قدام الدنيا كلها وقدام العالم كله. لو جينا للحق، انت اللي فايز، منتخبنا فاز مش بالكاس بس. كاس ايه؟ كاس ايه وكلام فارغ ده. انت فزت بانك رفعت راس البلد كلها. آه رفعت راسنا قدام العالم. العالم كله شهد باللعب الكويس واللعب النظيف، وابطالنا اللي لعبوا بمنتهى النزاهه، بمنتهى النزاهه. تخطت الحدود. انتوا وقفتوا جنبي قدام يعني يعتبر ايه، اكذوبه اللي هو النادي اللي فكرونا بالشعب الذي لا يقهر. انتوا وقفتوا قدام اكذوبه كبيره قوي وتغلبتوا عليها بمنتهى العظمه. وانا فخوره بيكم، فخوره بيكم جدا جدا جدا، وفخوره بيك قوي 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 يا حسام. راجل، راجل ومن ظهر راجل وخلفة رجاله، وشارب من نيل بلدك، واثبتت مرجلتك في اعظم، في قصدي اي مكان. انت في اي مكان اثبتت رجولتك. انا واقف في عينهم كده، بحط صباعي في عينيهم بقول لهم احنا رجاله. وارفع العلم، ارفع علم فلسطين. برافو عليك، برافو عليك، والله اكبر وربنا يحميك. اوعى تقول ان الكاس راح، لا 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 لا. الكاس لما يروح ده بيروح في 60 داهيه، بس اللي جت حاجه تانية. عزه وفخر واحترام وكرامه، وكسبت احترام العالم كله. العالم كله عرف يعني ايه مصر، يعني ايه ولاد مصر. ده في شخصك وفي شخص كل لعيب عندك. انت وصلتنا لمركز كان صعب قوي ان احنا نوصله، لكن الحمد لله وصلنا له. سيبك بقى موضوع الكاس، احنا كده كده كسبانين، والله كسبانين. كسبانين ان احنا وقفنا عليهم وكعبنا عالي عليهم. بس الموضوع دخل في خسه ونداله وحته سياسه، يعني من اللي هي السياسات القذره ديت، حته سياسه كده في داهيه، في داهيه ما اثرش علينا ابدا. بس يقول لك ايه بقى، في الشده دي بتبان حاجات تانية. بتبان ناس على اصلها، وناس تبان قله اصلها. قله اصلها بانت في مين بقى؟ في الشعب السوداني اللي احنا محتضنين وبنقول عليه ضيوف. واصلك كلام يا ريس؟ واصلك كلامي؟ اللي بتقول عليهم ضيوفنا والزمن جار عليهم. لا يا ريس، ده شعب قليل الاصل ما بيتمرش فيه، وظهروا على حقيقتهم. ظهروا على حقيقتهم. الفيديوهات بتاعتهم، احنا ولاد فوزيه، احنا ولاد فوزيه يا ابن الزنجيه، احنا ولاد فوزيه. احنا شعب طيب واحترمناكم واحتضناكم وكلتوا وشربتوا وعشتوا في امان بلدي، وبعد كده طالعين تقلوا ادبكم وتقولوا ولاد فوزيه. طب في ولاد فوزيه بقى هيدوكوا على دماغكم. ولاد فوزيه اللي هيقف قصادهم هيدوا له بالجزمه، هيدوا له بالجزمه. انا مش عايزه ولا سوداني في بلدي، من حقي، من حقي ان انا مش عايزه عندي ضيوف، ولا ضيوف ولا زفت يغوروا في داهيه. ده بقول لك احنا بنوصل بلدكم عملنا التراب ذهب. دهب ايه حلت امك منك ليها؟ ولا الجربانه المأمله اللي كانت بتقول لك انا بيني وبينك الشبشب. عرفتوا ازاي ظهروا على اصلهم وقله اصلهم؟ شعب واطي، شعب واطي وما عندوش اي اصل. وبعدين احنا هنجيبهم من بره مين؟ ده ساب نسوانهم يغتصبوا وجم يرقصوا لنا هنا. يبقى ايه بقى؟ كانوا غاروا على شرفهم ولا عرضهم ولا على نسوانهم اللي بيغتصبوا من الدعم السريع؟ جم يتحاموا هنا، وجم يا ريتهم يتحاموا حتى ويشتغلوا وياكلوا ويشربوا. لا، جم يرقصوا ويسكروا ويجيبوا لنا بتوع الدعاره وبتوع المخدرات. انا بضم صوتي لصوت اي والداعيه منى، يا حبيبه قلبي الاعلاميه منى دي، انت على راسي، وكل كلمه بتقوليها انا متضامنه معاكي فيها. انا مش عايزين يا ريس سودانيين في بلدنا يا ريس. زي ما بره كانوا بيضربوهم بالجزم ويغوروهم من بلدهم، احنا بقى مش هنعمل كده. احنا نفتح لهم الباب ونقول لهم مع الف سلامه يا جماعه، روحه بلا عوده، يلا مع السلامه. سلامه ايه؟ في 60 داهيه. انا مش عايزين سوداني في بلدنا. هم بقى اللي بيطلعوا بفيديوهات يقلوا ادبهم والكلام ده كله، المفروض ان دول يتحاكموا ويتحاسبوا، ويجوا كده على الميديا كده والناس كلها تشوف ان اللي بيقل ادبه على مصر بياخد على دماغ امه. ما يقعدوش عندنا واكلين وشاربين ومغلين عيشتنا ومكرهيننا في عيشتنا واغلين شباب بلدنا اللي مش لاقيين ياكلوا بقى يدوهم مخدرات. يبقى لا، شباب بلدي اولى، شباب ولدي اولى، اولادي اولى. وهم مع الف سلامه، مع الف سلامه. يلا نقولها سلام، نقول بالسلامه، بلاش في 60 داهيه ونقول في 70 80. يلا ريس، احنا مش عايزين سودانيين في بلدنا يا ريس. لو سمحت يا ريس، انت بتخاف على بلدك وكرامتنا المفروض تهمك،
وراحتنا تهمك يغوروا في 60 داهيه، ولا الموضوع هيفضل كده لغايه لما في الاخر يقلب بحرب اهليه؟ ما الحكايه كده بقى في حزازيات بيننا وبين بعض، قله ادبهم بقى يترد عليها، يبقى نوصل لاننا في الشارع بقى يمسكوا في بعض. يا ريس ما تشوف حد يتفرج على 6 اكتوبر اللي بيحصل فيها، ويتفرج على عين شمس واللي يحصل فيها، والجيزه واللي بيحصل فيها. هم جايين يستعمرونا، جايين يستعمرونا. بعد بدل ما هنقعد نحارب في اليهود هنحارب في بعض، هنوقف مسلمين قصاد بعض بعد كده؟ لا. يبقى مع الف سلامه، احنا استحملناكم سنين وسنين وسنين، وما خدناش منكم غير وجع القلب، ما خدناش منكم غير وجع القلب وقله الادب وقله القيمه، والشقق اللي بقت تتفتح دعاره، والمخدرات اللي بقت تجيبوها لنا بالكيلو. يبقى عايزين اكتر من كده ايه؟ عايزين تضيعونا. دي اجنده وداخله بلدنا عشان تخربها. يبقى احنا نفوق بقى قبل ما تتطربق فوق دماغنا اكتر من كده. يا ريس احنا مش عايزين سودانيين، يا شعب مصري مش عايزين سودانيين، يا عالم ياهو مش عايزين سودانيين في بلدنا. السوداني اللي عنده كرامه يغور في داهيه، اللي عنده كرامه يغور في داهيه، بدل ما توصل الموضوع لحروب اهليه بيننا وبين بعض. احنا عايشين بالعافيه، بنلم نفسنا بالعافيه، بنكمل شهرنا بالعافيه، كله من تحت راسكم، كله من تحت راسكم، وكله من الطيبه الزايده يا ريس، كله من الطيبه الزايده. ضيوف، احنا مش عايزين ضيوف، مش عايزين ضيوف. مش المفروض ان احنا اللي نهمك؟ الشعب ده وجع قلبنا، الشعب ده قرفنا، يبقى احنا مش عايزينه. انت هتقعد لنا ضيوف غصب عننا؟ كفايه الغلا والقرف اللي احنا فيه من تحت راسهم. كفايه ان احنا بقينا نكره الشهر لما يهل عشان الفلوس اللي بتيجي بتطير. كفايه ان احنا كده داخلين على قرف على قرف على قرف، ما فيش عارفين نمشي وقتنا. وصلنا لدرجه ان الشعب المصري اللي بياكل الدول كلها يقول لك انا مش عارف امشي بيتي، مش عارف ياكل، مش عارف ياكل. بقينا نحلم باللحمه، نحلم بيها. اللحمه دلوقتي اللي بقت الكيلو ب 400 جنيه وب 500 جنيه. 400 جنيه و500 الا اجيب بكيلو لحمه؟ يعني لو عندي ضيوف اروح اجيب ب 1000 جنيه لحمه؟ هو انا معاش فيه كام 1000 جنيه؟ الغاز اللي اترفع دوت، الكهرباء اللي اترفعت، كل البلاوي اللي غلت على دماغنا دي ليه؟ احنا شعب عندنا خيرات ربنا، نفسي نحس بيها بقى، نحس بيها، نحس ان احنا عندنا خير وعايشين فيه، مش عندنا خير وجايبين غيرنا يعيش فيه. احنا مش عايزين حد يعيش في خيرنا، احنا بنطلع بمزاجنا لما بتحصل اي ازمه لاي دوله، بس الدوله اللي تحتاج حاجه واحنا محتاجينها يبقى خساره فيها، ايا كانت الدوله دي، ايا كانت. ما حدش بيجب علينا، ما حدش بيصرف علينا، ما حدش بيشيل همنا. احنا بيطلع ميتين ابونا اللي شغالين بره دول بيتمرمطوا وبيتذلوا وبيطفحوا الدم عشان لقمه العيش، ومع ذلك بيطلعوا يقولوا ده احنا بنشغلهم وبنعمل وبنسوي، هم رايحين شقيانين. تعالى بقى على اللي جايين عندنا وماشيين يترقصوا في الشوارع ويطلعوا السنج ويتخانقوا مع بعض، واللي ماشيين مساطيل. يعني حاجه مرعبه، حاجه مرعبه. تبص تلاقي شابين ماشيين في الشارع بيتحدفوا على بعض ويتلزقوا في الحيطه ويعمل. طب ما دول ممكن يخبطوا اي بنت ولا يعتدوا على بنت ولا يتحرشوا بست، وبعد كده يقول لك اصل ما كانوش في وعيهم، كانوا شاربين سم هاري. فاحنا عايزين نقفل بقى قبل ما السم الهاري دوت يوصل لنا احنا ويطولنا، وبقى ما نعرفش نمشي في شوارعنا بامان. مصر بلد الامان والامن، عايزينها تفضل كده. وعشان بلدنا تفضل كده نقول مع ألف سلامة ومتشكرين يا جماعة. احنا مش عايزين لاجئين عندنا، اللي عايزينهم يبقوا متواجدين عندنا في بلدنا طلاب العلم، طلاب العلم فقط، غير كده لا. لا عايزين لاجئين ولا عايزين قرشيناتهم ولا زفت على دماغهم ولا اقتصادنا اللي بيرفعوه، ولا يروحوا يرفعوا اقتصاد بلدهم. بيقلبوا التراب ذهب عندنا، لا يروحوا يقلبوا التراب ذهب عندهم، واحنا هنا فرحانين بترابنا وهنصلي بيه وهنتوضى بيه كمان. مش عايزين حد يقف في اقتصاد بلدنا ولا يرفع لنا ولا ينزل لنا، عايزين بس يرفعوا ايديهم كده ويقولوا لنا سلام عليكم مع الف سلام. دي الحاجه الوحيده اللي احنا عايزينها منهم. يا جماعه اللي مش موافق على كلامي يا ريت يرد عليا ويقول لي انا غلطانه، اللي موافق على كلامي يرد عليا. وبعد اذنكم، بعد اذنكم، انا عايزه الفيديو ده يشير عشان انا جبت اخري. انا بمشي في الشارع بشوف السودانيين اكتر من المصريين، انا بتحسر يا ناس، انا بتحسر اما بمشي في الشارع والاقي السودانيين اكتر من المصريين، بحس ان انا مستعمره، ما بقتش بلدي، ما بقتش بلدي، انا بقيت ضيفه في البلد. يا ريت نشير الفيديو يا جماعه. واعذروني انا اسفه قوي على العصبيه اللي انا فيها، اعذروني بعد اذنكم. السلام عليكم، شكرا لكم قوي.